عليهم بركان من الجبنه التركي اللي هي الجبنه الرومي، عشان انا اسكندراني بس بقول جبنه تركي. شايفين الجمال؟ لوحه فنيه. بعد كده نحط بهاراتنا، عايزه تحط جوز الطيب اختي ماشي، ملح وفلفل فقط. عايزه تحط انت بهارات من عندك مفيش اي مانع، بس ملح وفلفل هيغني عن اي حاجه. نحضر بقى شويه العجينه بتوعنا اللي جاهزين ومتظبطين عشان نفرد العجينه بتاعتنا. هوب كلوب، دي حركه دي حركه. اجمل عجينه حواوشي اسكندراني. وده التوني المتصيط اللي قال لي طلعني في الفيديو عشان هعيط. اجمل حته عجينه اسكندراني. تاكلها ازاي هقول لك على وصفتها بس الفيديو الجاي. هي عجينه بالزيت والسكر، ومش هقول لك الافتكاسات غير لما اعملها قدامك. قفل يا باشا، والتقفيل زي ما انتم شايفين بصبع واحد وباسهل طريقه. شايفين الجمال والحلاوه؟ هو ده العيش الحواوشي الاسكندراني بالسجق من غير اي بصل ولا اي افتكاسات. شويه ميه على الوش مهمين جدا عشان ما يجيرش منك اختي. تدخليه الفرن وبسم الله ما شاء الله. بس قبل ما ندخله هنحط عليه شويه سمسم حلوين